إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا زلنا معكم في أحداث السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وكنا في الجمعة الماضية قد وصلنا إلى بعض مواقف الصحابة المهاجرين وما حصل لهم في سبيل هجرتهم إلى المدينة النبوية. خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متجها إلى المدينة، فوصلت الأخبار إلى الأنصار أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادم عليهم، فكانوا يتهيئون كل يوم ويخرجون إلى الحرة ينتظرون قدومه ليستقبلوه، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى دورهم. ولما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مشارف المدينة، ولكن الأنصار قد انتظروا حتى اشتد حر الشمس فرجعوا إلى دورهم. وكان هناك رجل يهودي على قصر له في مكان مرتفع ينظر، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبا بكر، فجعل يصيح بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد وصل. وكان ينسب الأنصار إلى قيلة جد أبعد لهم. قال: فخرج الأنصار، والحديث في الصحيح عن أنس وغيره، فخرج الأنصار وحملوا أسلحتهم، ثم التقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بظهر الحرة، وألقوا عليه تحية الإسلام، وجعلوا يرحبون به عليه الصلاة والسلام. وكان أول نزوله أن نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، نزل في قباء. وكان كثير من الأنصار لا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يعرفون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان قد شابت لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما اشتد الحر وانتصف النهار، أخذ أبو بكر رضي الله عنه ثوبا وجعل يظلل النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا عرف الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي ظلل عليه. أيها المسلمون عباد الله، وقد ذكر بعض أصحاب السير والتواريخ أن الأنصار لما خرجوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر تلك الأبيات. وهذه الأبيات منتقدة سندا ومتنا، فهي لا تصح أن الأنصار قالوها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسانيدها ضعيفة، وأما متنها ففيه نكارة، فإن ثنية الوداع لم تكن في طريق مكة كما نبه ابن القيم رحمه الله،
وإنما هي في الطريق على جهة تبوك. الصحابة فرحوا بقدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما فرح، فنزل في قباء وأسس فيه مسجدها، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فمكث أياما في قباء، ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام، وما نزل منزلا ولا مر بدار من دور الأنصار إلا وألحوا عليه وطلبوا منه أن ينزل عندهم. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى الجمعة في ذلك المكان الذي بني فيه مسجد ولا زال إلى يومنا يسمى بمسجد الجمعة. ثم انطلقت به ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصلت إلى مكان المسجد النبوي، فبركت في ذلك المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على ظهرها. ثم نهضت مرة ثانية، ثم تقدمت قليلا، ثم التفتت إلى الوراء، ثم عادت إلى المكان الذي بركت فيه في المرة الأولى. والصحابة كل يرجو أن تبرك الناقة عنده أو بباب داره، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة. فبركت في ذلك المكان الذي بنى فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد. كان ذلك المكان مربد لبعض بني النجار لغلامين يضعون فيه الحبوب، وكان في ذلك المكان خرب ونخل وبعض القبور من قبور المشركين. فأرسل إلى بني النجار وقال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالت بنو النجار: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليس معه شيء، وهم قد استقبلوه وفتحوا قلوبهم قبل ديارهم وأراضيهم، ولكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم العفة والنزاهة، فلهذا قال: ثامنوني بحائطكم هذا، يريد أن يدفع ثمنه ليبني مسجده عليه الصلاة والسلام. فقالوا: والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقطعت النخيل وهدمت الخربة ونبشت القبور. وفي هذا يقول أهل العلم أن قبور الكافرين لا حرمة لها، وأن قبور المشركين لا حرمة لها، بخلاف قبور المؤمنين فإن لها حرمة عظيمة. نبش القبور ثم جعل يبني ذلك المسجد، والصحابة رضي الله عنهم ينقلون اللبن ويتعاونون، وهو يعمل معهم عليه الصلاة والسلام، ويقول: هذا الحمال حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فبنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك المسجد متواضع، فإنه بني من اللبن، وجعل سقفه من سعف النخل، وجعلت أعمدته من خشب النخل. مسجد متواضع. لتعلم عبد الله أن هذا الأمر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإنما هذا أمر من أهم المهمات، فإنه أول ما وطئت قدماه المدينة بدأ ببناء المسجد، فإن المسجد في حياة هذه الأمة شأنه عظيم، فبه تقوم دولة الإسلام، وفيه يتربى الرجال والأقوام، ومنه يتخرج المجاهدون والعباد والزهاد، ومنه يتخرج العلماء، وفيه تحل قضايا الأمة ويوجه الجاهلون ويعلم الغافلون. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتأسيس المسجد. ولما كان المسجد في هذه الأزمان ليس له تلك المكانة في أمة الإسلام، حصل لها ما حصل من الضعف وتسلط الأعداء. تركت المساجد وهجرت، وإذا صلى المسلمون فيها الصلوات الخمس وإذا بها تغلق، بل كثير من الناس لا يصلون بها. إذن هذا من أول وأعظم ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن بنى المسجد أو في أثناء بنائه المسجد ودعا اليهود، وكان في المدينة 3 قبائل من اليهود،
بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. ولم يأتي في السيرة النبوية الصحيحة كتاب بنقاطه ومسائله وأيضا ومسائله، لأن ذلك لم يأتي إلا بأسانيد ضعيفة، ولكن معاهدته لليهود مشهورة مستفيضة أنه عاهدهم، ولهذا أجلى بعضهم لأجل نقض العهد وقتل آخرين لأجل نقض العهد، فهو وادع اليهود في المدينة بعد أن بنى مسجده وحط رحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءه عبد الله بن سلام حبر اليهود، جاءه مسلما بعد أن عرض عليه أسئلته وإشكالاته، كما جاء في الصحيح من حديث أنس وغيره. قال: جاء عبد الله بن سلام فقال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، إني سائلك عن 3 مسائل: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكله أهل الجنة؟ وكيف يكون الولد إلى أمه وإلى أبيه؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام بهذا آنفا. فقال عبد الله بن سلام: هذا عدو اليهود من الملائكة. قال: فأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد النون أي الحوت. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: وأما الولد فإنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد لأمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وهو أعرف بهم فهو حبرهم، يقول: إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فاختبأ عبد الله بن سلام، وجاءت اليهود وقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله وظهر عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا. فقال عبد الله: هذا يا رسول الله الذي كنت أخافه أن يحصل من اليهود. إذن فمن أعظم وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسس محل العبادة وهيأ مكان الطاعة ووادع الأعداء حتى يرتب أموره وأوراقه ويبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من الأمور المهمة التي قرن بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بناء المسجد وموادعة اليهود أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد جاء في بعض الروايات أنه آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين أنفسهم، وقد ضعف هذا جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. وأما إخاؤه بين المهاجرين والأنصار فأخباره متواترة، وقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين قريش والأنصار في داري، كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم إخاء يتوارثون به دون قرابتهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه فسر الآية: والذين عقدت أيمانهم، وهكذا فسر آيات المواريث والعقد والعهد، وأنه كان يتوارث المسلمون بهذا الحلف وبهذا الإخاء، فيرث المهاجري الأنصاري
ويرث الأنصاري المهاجري، حتى نزلت آيات المواريث، فبقيت النصرة والنصيحة، وهكذا الرفادة وغير ذلك. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد قال: كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، أي بين المهاجرين والأنصار، أنهم يتعاونون في فك العاني. ثم قال: وبقيت الرفادة، بعد ذلك بقيت الرفادة والنصيحة. وذكر في الحديث التوارث، لتعلم عبد الله أن الأخوة في الله عز وجل أمر عظيم وشأنها جليل في دين الإسلام، فلا تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا اجتمعت كلمتها وعظمت أخوتها. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار صاروا أمة واحدة من أول حياتهم، وهم يتوسعون ويخرجون في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وينصرون على أعدائهم، ويمكنون من المشركين. وفي فترة وجيزة أقاموا دعوة الإسلام ودولته، وفي فترة وجيزة نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. كان أحدهم يعطي أرضه للمهاجري، ليس لهم أرض ولا زراعة، يعطونهم مزارعهم فيكفونهم المؤنة ويشركونهم في الثمر. وانظر إلى هذا المثال العظيم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري. وكان سعد بن الربيع له مال، فقال: يا عبد الرحمن، إن لي زوجتين، فاختر أيهما شئت أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها، ولي مال فخذ نصف مالي. هذه الأخوة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب واتجر واجتمع عنده مال، وصار من تجار المدينة، وتزوج في فترة وجيزة، فأري عليه آثار الصفرة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، إلى آخر الحديث. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. وأما ما جاء من الأحاديث والأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي بن أبي طالب، فهذا لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه آخى بين المهاجرين والأنصار أفرادا وجماعات. وهذا هو الذي يدعو إليه دين الإسلام، الأخوة. وإن كان هذا الحكم قد نسخ أنهم يتوارثون بهذه الأخوة، لكنها لا زالت النصيحة والنصرة، وهكذا الدفاع، وهكذا ما جاء في الكتاب والسنة مما يجتمع عليه أهل الإيمان لا يزال باقيا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. لو أن نبينا عليه الصلاة والسلام وصل المدينة النبوية وترك الناس على حالهم، فلم يوادع اليهود ولم يعاهدهم ولم يجمع بين المهاجرين والأنصار ويجعل بينهم هذه الأخوة العظيمة، لربما ما استطاع أن يخرج من حل قضايا أصحابه، فضلا عن أن يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف ويجاهد المشركين ويكبت شوكة اليهود المارقين. ولكن لتعلم أن دولة الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام تقوم على أسس عظيمة، ومن أعظمها الأخوة في الله، اجتماع الكلمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإحياء هذه المساجد التي هي محل الطاعة والعبادة والتوحيد، وكثير من المعاملات التي تقام فيها وتحل فيها
وتدار منها شؤون الأمة. فلما تركت الأمة مساجدها حصل لها ما حصل من الضعف والهوان والخور وتسلط الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين.